السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناتكم إبداعات أم ريحان. الوصفة ديال اليوم غادي نشاركها معكم حريشات أو ميني بسبوسة. المهم الوصفة اللي هي زوينة بزاف وسهلة في التحضير وخفيفة، ما فيهمش المكونات بزاف، واهم من هذا الشيء كيوجدوا في اخر لحظه. نديروا مقراص ديالنا، نطيبوا الماء ونديروهم حتى هما ساهلين في التحضير ونوجدوهم في وقت وجيز. بقاو معنا لاخر الفيديو بتشوفوا مراحل التحضير ديالهم. غادي نبداو ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. غادي ندير 2 حبات ديال البيض. الا كانوا صغار البيضات صغار نديروا 2، الا كانت الحبه ديال البيضه كبيره نديروا غير وحده. غادي نديروا كاس الا ربع ديال السكر. انا عبرت هنايا بالكاس الصغير. الا ما كانش هذا النوع نتاع الكيسان نعبروا فقط بالكاس ديال العنبه. نديروا كاس الا ربع. غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف بالغرام. صافي غادي نخلطوا البيض ديالنا مع السكر اللي استعملنا حتى كيذوب السكر، وغادي نضيفوا واحد الكيس من سكر الفانيلا باش نسمو به الحريشات ديالنا. وغادي نكملوا الخليط، وغادي نضيفوا الزيت. حتى الزيت عندنا هنايا كاس الا ربع ديال الزيت. انا الكاس اللي استعملت كما ذكرت لكم استعملت الكيسان، هذوك الكيسان اللي هما الصغار، ماشي كلشي كيتوفر عليهم. غادي نخلطوا نمزجوا المكونات ديالنا مزيان، وغادي نضيفوا واحد القبيصه ديال الملحه باش ما نساوهاش. ضروري من الملحه في هذه الوصفه باش تصحح لينا الذوق وما تجينا لا حلوه ولا مسوسه من ناحيه الملحه او نتاع السكر. ضفت هنايا القشور الحامض اللي محكوك. حتى في الاخير غادي نزيد حتى العصير ديال الحامض. هنا عندي كاس كبير ديال الحليب. استعملت الكاس ديال القهوه. غادي نخلطو مزيان، وغادي نعصروا الحامض ديالنا او الليمون. مقدار ديال معلقه كبيره ديال الليمون، عصير الليمون. غادي نضيفو دابا السميد. غادي ندير 2 كيسان ونص ديال السميد مع كيس من خميره ديال الحلويات من وزن 7 غرام. نخلطو الكاس الاول، غادي نضيفو الكاس الثاني. عندنا السميد ديالي استعملت نوع السميد المتوسط. وغادي نضيف نص كاس اخر، يعني ضفت بالتدريج. نحركوها مزيان، نخليوها شويه، واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق. واخا كتبان لكم في الاول كتبان لنا راه سائله، ولكن السميد راه كيشرب على ما طيب الحريشات ديالنا الواله. غادي كيكون شرب، كيولي قاصح. صافي غادي ندهنوا المقله ديالنا بالزبده، وغادي نضيفو. انا كما لاحظتوا انا استعملت غير اليد، يعني راه درتهم وكانوا عندي ضياف ودرتهم يعني في الساع يعني غير سمحوا لي، ما درتش يعني بالشيطه ولا درت غير بيديا. غادي نديروهم على النار اللي تكون مهيله، ما نجهدوش عليهم باش ما يتحرقولناش. نحسبوا لهم واحد 5 دقائق على النار اللي تكون مهيله. الا كانت المقله ثقيله، انا عندي المقله ثقيله. وغادي نقلبوهم. ملي راه درنا الزبده راه ما كيتلصقوش، ولكن الا ما درناش الزبده راه كيتلصقوا. يعني ما كتلصقوش بزاف، ولكن غادي صعب علينا باش نحيدوهم بسهوله. هكا راه بسهوله كنحيدهم، كنقلبهم. غادي نردهم على باش يطيبوا على الوجه الثاني. ومره كنجيب هذا الموس ديال الزبده اللي ما غاديش يخبش لينا المقله. كنشوف به واش طابوا ولا مازال. صافي غادي نبقى نحركهم هكا باش يستوي، يعني الطياب ديالهم يجي متساوي. صافي غادي نحيدهم. ملي كيطيبوا كنحيدوهم. غادي نعاودوا نفس الطريقه اللي درنا في الاول. غادي ندهنوا بالزبده دائما فوقاش ما حيدنا الحريشات ديالنا اللي طابوا. غادي نمسحوا هكا باش نحيدوا داك الشوائب اللي كيكونوا. غادي نديروا باش ما يتحرقولناش هذاك الشيء اللي كيبقى، داك الفتات ديال الحريشات ديال السميد راه غادي تحرق. من الاحسن انا مسحتهم بالكاغوت ودهنت هكا مره اخرى بالزبده. فوقاش ما كملنا خاصنا ضروري اننا ندهنوا بالزبده. كما كتلاحظوا هنايا راه شرب. ميلا شرب كنزيدوا واحد قطيره ديال مقدار ديال المعلقه ديال الحليب باش ما يكونش عندنا الخليط قاصح بزاف. صافي غادي نديروا
العجين ديالنا بهذه الطريقه. وبالنسبه للسمك اخواتي ما نديروهمش رقاق بزاف باش ما يبسوناش يجيو بحال الحريشات العاديين، يعني نخليهم شويه هكا يكون السمك ديالهم مزيان باش يجيو زوينين ويجيو خفاف ويبان فيهم، يعني يبانوا بحال بسبوسه. انا درت يعني على حساب هاد الدوائر اللي عندي في المقله، واللي ما متوفراش عندها هاد المقله ممكن نديرو في المقله العاديه اللي كنديرو فيها، يعني راه نفس الطريقه ديال البانكيك. يعني المقلات اللي كنديرو فيها البانكيك نديرو فيهم حتى هاد الحريشات. انا راه يعني ملي هاد المقادير ديال يعني هاد الوصفه راه كنديرها انا في الحرشه العاديه ديال، ماشي الحرشه العاديه، الحرشه ديال المقله اللي حتى هي كتجي بحال بسبوسه. وملي عندي هاد المقله فكرت انني نديرهم هكا بالحجم الصغير وجاوني زوينين بزاف، وبقيت هاك يعني اللي كلاهم عجبوا لهم واعتمدتهم، وفكرت انني نشاركهم معكم، وان شاء الله الفكره تعجب لكم حتى نتوما وتجربوها. صافي غادي نكملوا هادشي اللي بقى لنا من بعد ما زدت شويه ديال الحليب، يعني فوقاش ما لقيتها قصحت لي، حيت انا كما كتعرفوا السميد راه كيشرب، كنزيد واحد شويه ديال الحليب. وصافي غادي نكمل هاد الكميه اللي بقات لي هنايا. وكما قلت لكم اعطاني يعني المقادير اللي شاركت معكم عطاوني 19 ديال الحبات ديال الحريشات. صافي على ما يطيبوا هذوك 3 اللي بقاو لنا غادي نديرو هنايا ندهنوا الحريشات اللي طيبت عفوا قبل. غادي ندير هنا المربى، ضفت عليها واحد البرتقال صغيره، العصير ديال البرتقال باش يتنسموا مزيان ويتسقاو. وهنا عندي نواد كوكو او الكوك عندي اللي كيكون شويه غليظ، ماشي داك اللي رك خفيف ناشف، هذا هو اللي كيكون زوين وكيعطي المنظر زوين. صافي غادي ناخذ الحريشات ديالي كما بغيتو ديروا، اما دهنوهم غير بالشيته او هكا تغمسوهم في المربى، نديروهم هكا يعني نرشو عليهم نغمسوهم حتى في الكوك. وصافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكملوا الحبات ديال الحريشات ديالي اللي عندي. الطريقه هي سهله بزاف. غادي نقلب هادوك 3 اللي كانوا باقيين لي، غادي نقلبهم وغادي نردوهم يطيبوا، وغادي نكمل الحريشات ديالي ندهنهم حتى التالي، وغادي نرجع عندكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البسبوسات او الحريشات ديالنا اللي شاركت معكم. وها هي الحريشات ديالنا واجدين، ان شاء الله حتى نتوما تجربوهم، وكنصحكم تجربوهم واخا تكون غير عندكم مقله العاديه ديال البغرير او نتاع البانكيك، تجربوهم يعني ديروا غير شويه بشويه، صراحه كيجيو زوينين بزاف وخفاف، وخا ملي كيباتو كيجيو عاد كيزيدوا كيبنانو اكثر. ان شاء الله حتى الفيديو قادم وبالصحه والراحه، مع السلامه.